ولا منتخب حقق النقاط الكاملة في هذه البطولة. أستراليا اليوم خسرت في مباراتها الثانية. هنا فرصة، فرصة عراقية، ولكن ماذا يقول حكم اللقاء؟ فرصة عراقية، ولكن يبدو أن هنالك تسلل في الكرة الماضية. شاهد المحاولة التي كانت من جانب اللاعب المنتخب العراقي، اللاعب الذي حاول في المنتخب العراقي. تنفذ رمية جانبية داخل منطقة جزاء. هنا فرصة ومحاولة للمنتخب العراقي، ولكن التغطية دفاعية حاضرة. تعود من جديد تسديدة عراقية، ولكن إلى خارج الملعب. تذهب الكرة إلى يعود بالكرة جواد للخلف إلى علي بهجت. علي بهجت يحاول المرور، علي بهجت يتقدم، علي بهجت يلعب الكرة العرضية تمشي عالية، والمحاولة للكرة الراسية، وحكم اللقاء يقول ركلة جزاء. ركلة جزاء للمنتخب العراقي بعد لمس الكرة باليد من جانب اللاعب الصيني. الرافدين في هذه المباراة. ركلة جزاء للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي بدأ ضاغطا ويتحصل على ركلة جزاء. هل تترجم إلى هدف أول؟ مروان حسين على التنفيذ. مروان، والهدف الأول للعراق. هدف أول للعراق عن طريق مروان حسين من خلال ركلة جزاء تسجل وبالشكل الصحيح من جانب مروان حسين، ويعلن عن الهدف الأول للمنتخب العراقي في هذه المباراة. الحارس اليمين والكرة اليسار، والهدف الأول للأبطال لأسود الرافدين للمنتخب العراقي. للمنتخب العراقي انطلاقه الان تاتي تمريره بينيه ممتازه. هنا فرصه، ولكن ايضا تسلل، رايه مرفوعه وتسلل موجود. تسلل موجود، تسلل موجود في الكره. هنا الكره تمريره ممتازه لباسم علي، ومحاوله لتسديد كره اللاجئه اليمنى. محاوله لعب الكره العرضيه من جواد كاظم. كرة تنفذ عرضية الآن تمشي عالية، والراسية بعد ذلك الحارس فان. كرة السيد خالد القروني مدرب المنتخب السعودي، والذي يتمنى الانتصار في مباراة أوزبكستان، بينما هنا راسية إلى خارج الملعب. مروان حسين، مروان حسين، الكرة العرضية التي نفذت، وبعد ذلك راسية ولكن إلى خارج الملعب. تحولت الكرة للمنتخب الصيني ولكنها تقطع عراقية. وصلت الكرة عند اللاعب علي قاسم، يرسل كرة طويلة. مروان حسين، مروان حسين يحاول في الكرة، يحاول أن يسدد. مروان حسين يبحث ينتظر، يعود بالكرة إلى الخلف. وصلت الكرة من جديد للمنتخب العراقي. الانطلاقة والعرضية أو المحاولة لعب الكرة العرضية، مرور ممتاز. بعد ذلك محاولة المرور الثاني، ولكن